السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مبروك للنادي الأهلي الفوز بثلاث نقاط في مباراة القمة. بصراحة القمة كانت جديرة بالاحترام في كل شيء. هتكلم على تواجد الجمهور اللي كان له دور كبير جدا في شكل المباراة. الاستعداد للمباراة كمان كان جيد جدا من قبل الناس المسؤولين في الكرة المصرية. يعني مباراة قمة رجعتنا شوية للزمن القديم. صحيح الملعب ما كانش مليان على الآخر، ولكن في النهاية بنتكلم في بوادر أمل إن احنا نشوف 60-70 ألف متفرج في أرضية الملعب. جمهورين كانوا موجودين بيشجعوا الجمهور اللعيبة لغاية نهاية المباراة. كل جمهور كان عنده أمل كبير جدا في فرقته تكسب. الأهلي كان بيبص للتالت فوز على التوالي مع عماد النحاس عشان يجي المدير الفني الجديد يتولى إدارة الفريق، ما وسعش الفرق بينه وبين الزمالك، والزمالك كان عاوز يوسع الفرق، عاوز يضمن أحقيته إن الفرقة بتلعب كرة قدم مختلفة شوية عن الموسم الماضي، وجاهزيته كمان الفنية في ظل الإصابات الكتيرة جدا اللي موجودة عند النادي الأهلي. إنما طبعا لازم نتكلم على الشكل الفني بالنسبة لكل فريق. هبدأ بنادي الزمالك اللي بدأ بالتشكيل صح. الأربع لعيبة مدافعين ثابتين مع محمد صبحي، إذا كان عمر إسماعيل وحسام وبنتايك، واثنين ارتكاز عبد الله ودونجا، قدامهم ناصر ماهر، على اليمين خوان بيتسيرا، وكمان كايد ادم كايد، وراس الحربة عدي الدباغ. صحيح اصابة عدي بدري شوية اثرت على تغييره بالنسبة للراجل، بس انا من واقع ما شفت مباراة القمة، المباراة كانت كبيرة شوية على يانيك فيريرا في دراستها في التعامل معها بشكل فني وشكل مدروس. يعني انت بتلعب 4-1-4-1 في الشق الدفاعي، 4-3-3 بادم كايد وكمان خوان بيسيرا وعدي الدباغ، بيزيد معاهم ناصر ماهر وعبد الله السعيد، وبيقعد دونجا على الدايره. ال10 دقايق الاولى تقول ان الزمالك كان ممكن يكسب الاهلي بسكور، لان الاهلي ما كانش داخل المباراه، كان بعيد خالص على المستوى النفسي لوجهه نظري الشخصيه. بعد الفرصتين حصل تراجع شويه، يمكن الزمالك لعب على الهجمات المرتده وقدر يخطأ ياسين مرعي بالكره بتاعت عدي الدباغ وجاب جول. الزمالك تاريخيا بيتعامل مع النادي الاهلي لما يسيب له الملعب الاهلي بيكسب، لازم يكسب، لازم يزيد، لازم يوصل. عنده لعيبه بتعرف تجيب جول واثنين وثلاثه، عنده دكه الى حد ما جيده. علشان كده عدم تواجد واحد من لعيبه نادي الزمالك القدامى مع نيك فيريرا على الدكه، انا وجهه نظري يعني واحد يكون من هم اللعيبه اللي عندهم خبره مباريات الديربي القويه، كان ممكن يلفت نظره لحاجه معينه. فكره ان انت تسيب الملعب 60 متر النادي الاهلي دي مشكله كبيره جدا. دي نقطه بالنسبه للراجل. بعد الهدف الرجوع لتحت واللعب على التأمين الدفاعي ما ينفعش مع النادي الأهلي. لعبت بتنظيم ما كانش فرص خطيرة للنادي الأهلي بس كتر الضغط بيولد الأخطاء، بيولد الانفجار. شفناها في الكرة الأولى بتاعت حسام عبد المجيد ومحمد شريف وحسين الشحات، شفناها في ضربة الجزاء الثانية، وبالتالي أنت اللي اديت الفرصة للنادي الأهلي إنه يرجع تاني للمباراة في ظل تواجد عماد النحاس اللي عامل تشكيل على قد الحدود، ولكن تغييراته جت بأسباب منهم إصابة محمد طاهر. النقطة الثالثة بالنسبة للراجل، وهي الشوط الثاني بدأ بنفس الشوط الأولاني. طب أنت شايف إن بيتسيرا كوكا قضى عليه، وشايف إن آدم كايد مش موجود. طب أنت 45 دقيقة أو على الأقل 60 دقيقة ما أنتش ملاحظ؟ طب هات بيتسيرا ناحية الشمال، حتى لو بيلعب برجله الشمال، وجيب لعيب تاني مثلا عبد معاه لعيبه ناحية اليمين، أي لعيب تاني ممكن يعمل فرق. نشط من اللعيبة الأماميين شوية. لا انت عارف تلعب على هجمه مرتده لان اطرافك مش موجوده خالص، لانهم انت اديتهم تعليمات دفاعيه وضغط عليهم هاني وكوكا، ولا انت عارف تستحوذ بلعيبه عندها امكانيات فنيه عاليه جدا اذا كان ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ولا انت عارف تلعب على اللونج باص، لان لعيبه النادي الاهلي عامله كومباكت من نص الملعب، ياسر وياسين وهاني وكوكا ضاغطين مع شرقي ومع تريزيجيه ومع طاهر محمد طاهر بخروجه بالزياده بتاعت مروان ومحمد علي بن رمضان. لعيبه النادي الاهلي كلها ال10 كانوا موجودين عند الدايره بتاعه الصندوق بتاع نادي الزمالك، وده خطا كبير جدا من المدرب انه ما تعملش مع النادي الاهلي بالشكل ده. فانا في نهايه اللقاء
الزمالك وصل بالكره بتاعت عمرو ناصر للكره العرضيه، معناه ان الزمالك عنده لعيب ممكن توصله للجول، ولكن هي فكره مدرب ازاي تحافظ على الجول، وده صعب جدا في مباراه قمه، صعب جدا مع مباراه بحجم النادي الاهلي بامكانيات النادي الاهلي. عشان كده في فرق كبير جدا بين مدرب وبين كوتش. الكوتش اللي هو يغير، يقرا مباراه، يقرا خصم، يعمل تريكايه جوه الملعب تغير كتير جدا من اللقاء ده، ما حصلش من الراجل، وكأن المباراه كبيره عليه، وكأن كان المفروض يكون حد في ودانه يتكلم معاه واحد واثنين وثلاثه واربعه. ولكن طبعا على المستوى الفردي عنده عناصر، انما على المستوى الجماعي الزمالك في الشوط الثاني ما كانش موجود خالص، الا في الخمس دقائق الاخيره الفرقه الضايعه لما الاهلي رجع بعد الاثنين واحد، ولما خرج محمد شريف وهنتكلم عليها عماد النحاس. وبالتالي جزء كبير جدا يؤخذ على يانيك فيريرا، واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خسرت نادي الزمالك النهارده 3 بونت كانوا كافلين ان يريحوه على بطوله الدوري مع انها بدري جدا. عماد النحاس نزل بالتشكيل الامثل، 2 لعيبه ارتكاز، مروان عطيه ومحمد علي برمضان، ولعب بتريزيجيه حر يتحرك كيفما ما يشاء، يلعب نص ملعب، يلعب تحت راس الحربه، يلعب على الناحيه الشمال، يلعب يساعد تريزيجيه، او على الناحيه اليمين يساعد محمد طاهر كان عنده حريه. ولكن مشكله تريزيجيه حتى وان كان النهارده افضل من المباريات اللي فاتت هي فكره بس نهايه الهجمه عنده او التصرف في نهايه الهجمه. اشرف بن شرقي على الجبل اليسرى، طاهر محمد طاهر، وطبعا كان زي ما قلت الورقه بتاع تريزيجيه بيتحرك كيفما ما يشاء. الاهلي ضغط بعد ال10 دقائق الاولى، وصل لل18 ولكن بدون خطوره، ما كانش فيه خطوره كبيره جدا على محمد صبحي، كلها كور عاليه، كلها لعبه في العمق، محمد شريف وكمان تريزيجيه، اشرف بن شرقي نفس الموضوع، كان طاهر محمد طاهر. والزمالك عامل ترسانه من الدفاع المنظم اللي هم ال10 لعيبه، الاربعه وبعدين الاثنين والثلاثه والواحد، ناصر منسي كان موجود على دايره نص الملعب بالنسبه للزمالك. ده دخل الاهلي في الجيم اكتر. صحيح الجول اتاخر لان الاهلي ما كانش بيوصل بشكل مدروس، وكان مقفول على اطرافه بشكل جيد جدا، لان ادم كان بيعمل الدور الدفاعي اخوان بيتسيرا. ده يوريك ان فكر الراجل يانيك فيريرا كان اكتر في عمليه الهجمات المرتده والدفاع، وده ما ينفعش مع الاهلي لان هتغلط. اصابه طاهر محمد طاهر عجلت بنتيجه المباراه ونزول حسين الشحات. لم يحسن الزمالك التعامل، كان المفروض في التوقيت اللي بيعمل فيه تغيير لحسين الشحات كان لازم يعمل تغيير في نص الملعب، كان لازم يعمل تغيير على الطرف الشمال بدل ادم كايدي يقدر يساعد محمود بن طيب، ما حصلش. بعد جول التعادل كان عندك فرصه كبيره جدا ترجع تاني تظبط نفسك، عند ناصر قبل خروجه، عبد الله السعيد نفس الموضوع، دونجا، والاثنين تنزل اي حد من طرف، تنزل عمرو ناصر ممكن يلعب اي لعيب، معالي كان نفس القصه، وكمان بتسيرا حوله. انما طبعا حسين الشحات نزل قلب شكل المباراه. حسين لعيب مهاري عكس طاهر، كورته حلوه، بيعرف يعمل الفنت، بيعرف يعمل الدريبلينج، ده اللي حصل في الجول الاولاني واللي حصل في الجول الثاني. وبالتالي بتتكلم على لعيب سريع بيتحرك مهاري، على عكس طاهر تكتيكي اكتر، فما تاخدش منه مهاره، ما تاخدش منه خطوره جوه الشوط 18، ممكن يشوط، ولكن حسين امهر. عشان كده تغييرات حسين كانت لازم تكون بدري شويه. تغييرات عماد النحاس بعد كده انا وجهه نظري مش قادر افهم منها حاجه خالص. يعني عمر كمال عبد الواحد برضو مش قادر افهم ليه، هل عشان يساعد محمد هاني؟ اساسا الزمالك ما عندوش اطراف اساسا. التغييرات اللي حصلت بعد كده محمد شريف خرج و ونزل محمد شريف خرج، وبرضه لعب اشرف بن شرقي راس حربه، ولعب تريزيجيه راس حربه. تغييرات كلها بتديك واقع ان كابتن عماد النحاس عاوز يامن مباراته، عاوز يخرج بالنتيجه بتاع 2-1، وحقه انه يعمل كده، ولكن كانت ممكن تعمل لك مشاكل كتيره جدا في سيستم اللعب، في تكتيك اللعب. الهجمات المرتده للنادي الاهلي لو كان عنده راس حربه في التوقيت ده كان ممكن تفرق كتير جدا، ممكن يكون شريف استنفذ مجهود كبير، انما كان في ممكن يكون الاحسن. عشان كده نتيجه المباراه وجهه نظري اللي خسر نادي الزمالك والاهلي حقق الفوز. وانا اتكلمت قبل كده اهم حاجه عند النادي الاهلي وعماد النحاس في المباريات الحاليه هي الفوز، وده اللي حصل النهارده النادي الاهلي. عاوز احيي الشناوي واحيي محمد صبحي لانه عمل جيم كويس، حتى مدافعين نادي الزمالك عملوا جيم كويس. عاوز احيي كوكا لانه عمل مباراه كبيره جدا، ومحمد هاني، حتى مروان عطيه. هتكلم على القمه كمفردات قمه، انا شايف ان هي مباراه كانت ممتازه جدا. اقل ما كان في المباراه هو يانيك فيريرا في تعاملاته مع النادي الاهلي، غير ان تغييرات عماد النحاس وجهه نظري اللي حماها
الفوز بتاع النادي الاهلي بالثلاث نقاط وفوز في مباراه القمه. تحياتي وبالتوفيق للكره المصريه، وفعلا القمه كانت مشرفه. ناس كتير جدا، كنت عامل فيديو ان الوطن العربي ما عادش بيهتم بالقمه، النهارده لقيت ناس كتير جدا بيتفرجوا على القمه. مبروك لكره القدم المصريه العوده مره ثانيه للجماهير في ارضيه الملعب في استاد القاهره. تحياتي.